زي ما بتفصلي قميص أو فستان. العلاج الشخصي بيتعرف على جيناتك ويديك الأمان. بس إيه هو العلاج الشخصي لسرطان الثدي؟ خلينا نشوف مع سمير وأسامة. في أواخر القرن العشرين اكتشفوا ال HER2، وده بروتين طبيعي بيساعد الخلية تنمو. لكن ساعات بعض الخلايا السرطانية زي سرطان الثدي بتنتجه بكميات أكبر من الطبيعي، وده يخلي السرطان ينمو أسرع وينتشر. عشان كده الأطباء بيقيسوا مستوى ال HER2 في الخلايا السرطانية، لأن ده بيساعدهم يحددوا خطة العلاج، والعلاج بقى متاح لحسن الحظ. عمل تغيير درامي في معادلة العلاج، لأن دواء هيرسابتين بقى بيهاجم الورم بدقة وفعالية. زي صاروخ موجه، مش قصف عشوائي زي الكيماوي. فاكرين كلامنا عن العلاج الموجه؟ ده واحد من أهم النماذج للكلام ده. وبكده بدأنا عصر الطب الشخصي. كل مريضة تاخد علاج مناسب لجيناتها وخصائص ورمها. دلوقتي عندنا أدوية مناعية، ودي شرحناها بالتفصيل الحلقة اللي فاتت، ما تنسوش تشوفوها. وعندنا أدوية بتؤثر على دورة حياة الخلايا، زي أدوية اسمها مثبطات CDK4/6. إزاي دي بتشتغل؟ خلايا السرطان دي ساعات بيبقى عندها بروتينات اسمها CDK4/6 شغالة زيادة عن اللزوم، وده بيخليها تنقسم وتتكاثر بسرعة جدا. الأدوية دي بتوقف البروتينات دي عن الشغل الزايد، وبالتالي بتبطئ أو حتى توقف نمو الخلايا السرطانية. لسه مكملين رحلتنا. تابعونا في كبسوكاست سمير وأسامة عشان تعرفوا أكتر عن سرطان الثدي في أكتوبر الوردي.